هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو ممكن؟ طب ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي الكتيبه، ويلا بينا نبدا حلقه جديده. حلقه النهارده جايين نتكلم فيها في بعض الاخبار الرياضيه واقتراب النادي الاهلي من التعاقد مع لاعب مهم، واقتراب لاعب مهم من النادي الاهلي عشان يمشي. لكن قبل ما نتكلم في بعض اللعيبه الراحله او بعض اللعيبه اللي هي ممكن النادي الاهلي يتعاقد معاها، جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا بتعمل حاجه غريبه الشكل. هتقول لي فيها؟ اقول لك جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا لو قاعد بتقلب في التليفون كده هتلاقي اكتر من 5 6 8 9 10 مليون صفحه اهلاويه بتتكلم ان ليه النادي الاهلي ما تعاقدش مع كريستيانو رونالدو. حاجه سؤال عايز له اجابه. جمهور النادي بيقول لك ليه الاهلي ما تعاقدش مع كريستيانو رونالدو؟ بس عايز اقول لك حاجه، والشهاده لله في تاني، بعد فوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا ال 12 حط تحتها مليون خط، جماهير النادي الاهلي الطموح بتاعها عالي، وبتقول لك ليه ما يلعبش في دوري ابطال افريقيا، ابطال اوروبا اسف، ما يلعبش ليه في كاس العالم بتاع المنتخبات؟ طب ما نجيبوش لعيبه مهمه ليه؟ طب ما نجيبش اعظم لاعب في العالم ليه؟ سؤال جماهير النادي الاهلي بتطرحه على الفيسبوك. تعالى اجاوبك بقى يا سيدي، مع ان الموضوع ده المفروض اي حد يقول لك عليه او مش محتاج كلام مني عشان انت ترد على نفسك، لكن اقول لك حاجه، ان انديه الدوري المصري كلها لو اجتمعت على دفع راتب كريستيانو رونالدو محدش يقدر يعمل كده، عشان نكون متفقين في التاني. لكن بصراحه النادي الاهلي ادى الجمهور حاجه مهمه قوي، ان انت احلى. لكن الاهلي بصراحه النهارده بيخلي لاي لعيب انه يطمح انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي بسبب البطولات، لكن جمهور النادي الاهلي شطح بدماغه قوي وقال لك نجيبه كريستيانو رونالدو. يا عم صباحك فل، والله العظيم انت بتهزر. وسيبك من نقطه كريستيانو رونالدو وان جماهير النادي الاهلي عايزه تجيبه، لكن هكلمك في نقطه مهمه. انت عندك لاعب هيمشي من النادي الاهلي 30 يوم ويمشي اعظم لاعب، 30 يوم ويمشي اكتر لاعب مؤثر في النادي الاهلي، 30 يوم ويمشي الجليادور، رسميا 30 يوم فاضله في عقد موديست عشان يمشي من النادي الاهلي. انت بقى كهلاوي تتمنى ان موديست يكمل في النادي الاهلي ولا يمشي من النادي الاهلي؟ عايزك تقول رايك في الكومنتات، مع ان انا عارف ان رايك معروف بس لازم تقول رايك برضه في الكومنتات. بالنسبه بقى للعيبه اللي ماشيه من النادي الاهلي، الاهلي فتح خلاص اي نادي يقدر يتعاقد مع اليو ديانج، الاهلي فتح الطريق للاهلي يتعاقد مع اليو ديانج. يعني اي فريق دلوقتي معاه فلوس يقدر يكيش، خلاص اليو ديانج من ضمن اللعيبه اللي الاهلي هيسامح في انها تمشي عن النادي الاهلي في بدايه الموسم الجديد. وقلنا من شويه كمان ان موديست هو تاني الراحلين عن كتيبه مارسيل كولر. اللاعب الثالث معانا احنا قلناها في اكتر من حلقه هو طاهر محمد طاهر، اللي يعتبر اللعيب الثالث اللي ماشي عن كتيبه مارسيل كولر. الراجل زي ما قلت لك عايز يمشي من غير ما الاهلي يوجهه. في مشاكل دلوقتي بين الاهلي وطاهر، لان الاهلي عايز يدخل طاهر زي ما قلت لك في صفقه دوليه مع احد الفرق، لكن طاهر مش راضي. لكن الاكيد منه ان طاهر محمد طاهر هو ثالث اللعيبه اللي راحله عن النادي الاهلي. الخبر بقى الاخير معايا المشكله اللي عامله صداع للنادي الاهلي، هقول لك ايه. قلت لك ان الحلقه اللي فاتت ان القندوسي الاهلي ابلغه رسميا بالعوده الى النادي الاهلي. طب ايه المشكله؟ اقول لك بصراحه وهتعرف الكلام ده قدام. مارسيل كولر مش مقتنع باللاعب وبيقول لي النادي الاهلي طلعوا عرض، وده اللي عامل مشكله في النادي الاهلي بسبب ان مجلس اداره النادي الاهلي شايف القندوسي لعيب كويس جدا، وفعلا هو لعيب محترم ولاعيب بيقدم مستويات كويسه مع نادي سيراميكا كليوباترا. المشكله دلوقتي ان القندوسي قال لهم لو انا مش هروح العب في الاهلي خلاص سيبوني وانا امشي. والله الفتره الجايه تسمع الكلام ده كله. مشكله في الاهلي بسبب القندوسي لو ما ضمنش مكان اساسي في النادي الاهلي مش هيكمل في النادي الاهلي، والاهلي هيتجه ان يحاول يمشيه او يحاول يضغط على مارسيل كولر عشان القندوسي يكون من ضمن كتيبه النادي الاهلي. المشكله كمان ان النادي الاهلي بيضيع من ايده لعيبه كويسه خالص. يعني القندوسي ده لو مش من الاهلي هتبقى ضربه قويه لو راح لاي فريق، خصوصا لو راح للزمالك. كمان انت عندك موهبه ونجم من احسن لعيبه او من احسن 10 مواهب صاعده في افريقيا هو كريستو، اللي مش موجود في حسابات كولر خالص. والاهلي كمان بيتجه ان كريستو يطلع على سبيل الاعاره. والله الحاجات اللي الواقعه ديت هتشوفها بتحصل بس الفتره الجايه، لان انا قلت لك ان في تكتم من الادارات لان الدوري لسه ما خلصش. بس الحاجات دي باينه الاعمى وهتشوفها ان شاء الله في نهايه الموسم ده وبدايه الموسم اللي جاي. هنا انا وصلت ملخص اخبار حلقتنا. لو اول مره تشوفني وعجبتك الحلقه مش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.